الحقن بيؤدي إلى انقطاع الدورة أو فقدان القدرة على الإنجاب. هناك شائعات مغرضة إن الحقن بيؤدي إلى انقطاع الدورة أو فقدان القدرة على الإنجاب. الكلام ده متجاوز الحقيقة. ممكن يحصل، ما هي اللي بتشيل الرحم ما بتخلفش خلاص كتب عليه عدم الإنجاب، ولكن اللي عملت حقن نسبة 4% منهم بس، طبقا للدراسات العلمية اللي اتعملت، مش كلام مرسل. 4% منهم اللي ممكن يحصل نوع من الضمور في البويضة، قصدي في المبيض، وكمان او يحصل نوع من عدم القدرة على الإنجاب. العدد ده مش كبير لما تقارنه بالنسبة للاستفادات اللي بيستفيدوا ناس كتير جدا، والأعراض لما بتروح والأنيميا تروح والنزيف يقف والحياة ترجع لحياتها الطبيعية. وبعدين معظم الناس اللي عندهم ورم ليفي بيجي في سن بعد 30 و35 سنة، بيبقى واحدة ست خلفت خلاص، ويبقى يعني عايزة مش يعني الإنجاب ما هوش طلب أول بالنسبة لها. ولذلك هي طبعا لما ست واحدة آنسة وتعمل الحقن، فهذا شيء يعني يكون مخجل لما تروح الدورة منها خالص. ولكن للأسف الشديد إن العدد اللي هم بيطلق عليه من بعض الأطباء بيروجوا إنه بتعمل، هذا كلام مرسل وما هوش دقيق. ممكن يحصل بعض الناس يحصل لهم كده، وممكن كمان تأثير على الحمل نفسه في حد ذاته. طب اللي بتعمل حقن ورم ليفي وتحمل ممكن يحصل ايه؟ ممكن تولد قبل الميعاد، وممكن المشيمة تتحط تبقى في مكان تاني غير مطلوب، او ممكن كمان الطفل ما ينزلش براسه، ينزل بطريقة مختلفة، ينزل بكتفه، ينزل بظهره، ينزل برجليه، وكل الامور دي تغيرات ممكن تحصل نتيجة الحقن. ولكن هذه الامور ممكن التغلب عليها ما دام حصل الحقن. اذا ما نخافش. افضل طبعا انها تشيل الورم بازاله الورم نفسه، لكن مش ازاله الرحم. اللي عندها ورم ليفي وعايزه تخلف وسنها صغير، افضل لها تشيل الورم اذا كان ورم او 2 فقط، لكن عده اورام لا، تعمل حقن.